شفنا طبعا لاعب النادي الاهلي والزمالك السابقين شو ابراهيم سعيد، راجل فيه محنة وفي ظروف، وطلع يتكلم على الميديا بعد ما خرج من الحبس انه في ظروف اسرية صعبة، وطلع يتكلم عن نفسه. والراجل ربنا يعني يكون معاه وفي عونه. لكن للأسف شفنا صفحات وناس بتتكلم والفيسبوك، وناس بتتكلم واللي يحصل له اكتر من كده، وكان بيجيب مش عارفة مين يتكلم على الزمالك ومين يتكلم على مين. يا جماعة الموضوع سهل وبسيط. لو انت عايز تقول كلمة حلوة قولها في حق الراجل فيه ظروف صعبة، وفي ظروف يعني شفنا شيكابالا طبعا ودعم كبير جدا لإبراهيم سعيد برغم من كم خلافات، لكن شفنا شيكابالا بأخلاقه ودعم لإبراهيم سعيد. وشفنا العديد من اللاعبين. يبقى لازم يبقى عندنا رحمة ببعضينا. هو الراجل طالع في ظروف ضعف وفي ظروف يعني صعبة. ما ينفعش أبدا إن الناس تبقى شمتانة فيه وبيتكلموا إن هو يستاهل الإجرار والكلام ده كله. ربنا يكون في عونه. نتمنى طبعا إن موضوع الكورة ما ياخدناش إن إحنا العصبية والتعصب، وإن إحنا خلاص اللاعب ده مشي من عندنا يبقى نكرهه ونحفز الجمهور ضده، او ناس تطلع تتكلم عنه على الميديا. شفنا اكرم توفيق في النادي الاهلي، راجل برغم انه كان بيتفاوض مع نادي خارجي والاهلي كان بيحاول يقعد اكرم توفيق، ولكن في النهايه خلاص الموضوع انتهى مع النادي الاهلي واكرم توفيق. النادي الاهلي عرف انه خلاص ماضي او على الاقل متفق مع نادي اخر، مع نادي قطر القطري. لكن خرج ولعب لنهاية الموسم وخرج من الباب الكبير للنادي الاهلي.